يا ابو الصحاب، يا ابو الصحاب، لما تبقى ماشي بالعربيه بتاعتك تمام، والعربيه بتاعتك تعطل منك، هتعمل ايه؟ لو انت ماشي بالعربيه بتاعتك والعربيه بتاعتك عطلت منك وانت لوحدك، ومحتاج تزق زقه حلوه، عشان ايه؟ العربيه بطلت خلاص، بطلت يا عيني، ومحتاجه زقه حلوه عشان ايه؟ عشان ترمي لها وتدورها. هتعمل ايه؟ هتنزل. بعد اذنك يا كابتن، لو سمحت يا استاذ. انت مش هتضرب بقى العربيه وتقول لها يخرب بيت امك وانت اللي انت عملتيه ده. هتنزل بكل بساطه. بعد اذنك يا كابتن، لو سمحت يا استاذ، اي حد يا جدعان، بس ايه، زقه حلوه كده بعد اذنكم، عشان ندور العربيه ونرمي لها. طبعا ربنا هيكرمك، هتلاقي اي حد هيجي يزق معاك، والناس مشكوره يعني ايه، كله بيحب يساعد وكله بيحب يعمل خير. الزقه الحلوه اللي هم هيزقها لك دي هتفرحك وهتفرحهم، هتفرحك انت واقف يا عيني عطلان ما انتش عارف تعمل ايه، وهتفرحهم هم كمان، خدوا ثواب وساعدوك في المحنه بتاعتك وانجزوا معاك العمل وكلام من ده كله. هي هنا الفكره بكل بساطه نفس الفكره بتاعت القناه اللي انا بلغيكم فيها. تمام. انا دلوقتي القناه معايا عامله زي العربيه بالظبط. القناه لو انا قعدت ازق فيها لوحدي تمام، واجري عشان ادور وكلام من ده كله، هتبقى فرهضه معايا، نفس حوار العربيه. تخيل انت ايه، العربيه اهيت بطلت منك، انت ايه، نزلت عشان تزق، بتزق وبترمي في نفس الوقت، بتزق وبتجري تركب عشان ترمي في نفس الوقت. ممكن تيجي معاك وممكن تبقى ايه، صعبه شويه، ممكن تطول وهتتعب وهيطلع عينك، فيها فرهضه جامده. انتوا ما يرضلكوش الفرهضه اللي انا هفرهضها دي، اتفرهد فيها لوحدي. تمام. اما نتفرهد كلنا مع بعض، الفرهده هتقل. وما تقلقوش، اول ما العربيه تدور هاخدكم في سكتي على طول. العربيه تدور من هنا هاخدكم في سكتي، اوصلكم معايا، ما تقلقوش، مع بعضينا. خلاص. فيلا، مين بقى اللي هيزق معايا الزقه الحلوه الجميله بتاعه القناه ويشترك معايا فيها؟ مستني تعليقاتكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. السلام عليكم.